الخاوة خاوة. إذا كرمت الكريم ملكته، وإذا كرمت اللئيم تمرد. يلا فهمت. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المغرب بلد الكرم. يجوا عندك المغرب تعطيهم الفيزا، تعطيهم المواصلات باش يمشيو لتيران، بلد يرحب بالجميع، تعطيهم الامن، تعطيهم الوقايه المدنيه، تعطيهم الامن الوطني، تعطيهم القوات المساعده. هادو هما اللي ضلوا اليوم مبرعين مفجين داخلين فابور واكلين شاربين. ينوضوا يديروا الشباكات مع جماهير ديال الاسفي. الاجواء التي سبقت المباراه كانت مشحونه بين جماهير الفريقين. مشاهد الاقتحامات والاشتباكات بين المشجعين أدت لتأخير انطلاق المباراة ل80 دقيقة. فضيحة! الناس راهي في سويسرا وكندا تدير في مشاريع وإنجازات عظمى، وأنا مزاني مع الحليب وبلا ساشي ثاني. شغل درت إنجاز عظيم. بيكاسو تراجع إلى المرتبة الثانية. ترى أحسن من الموناليزا. باش في الاخر فاش الامن الوطني يتخذ معهم الاجراءات القانونيه في الحيط بي فين الغد اللي صبحهم ضاربينا. ولكن عندما ترحب بأناس لا يعرفون معنى الترحاب فتكون النتيجة كما شاهدنا بالامس. يوسف حاول يوقف الماتش، وتيبان لي انا كان متعمد انهم يوقفوا الماتش. ما يمكنش حنا الماتش مع 8 نبداو حتى 9 بحال هادشي كيتعاود كيطرا لينا في كاس افريقيا او طرا لينا عاوتاني. كنبقاو ديما حنايا البرارد ديال الاتاي ونتسناو بنادم ونكون البوسان والتمر والحليب. حنا شوتنا مشينا تاع الدنيا تما حبسونا في الايروبور، جلسونا في الدس، خداو لنا باسبوراتنا حتى الدوطاسيون توريستيك ما كيمنعوك منها. دابا دخلناك بالله، واش هذه جماهير ترحب بها؟ لعنة أبونا عليكم. صافي تبقى دابا متور خلق حياتك كامله. فضيحة! هما يا خويا وحاقدين من قهرين قاتلهم القهر. الله أوسخ من كده مفيش. هذه هي ضريبة استقبال الجماهير الجزائرية والجزائريين عموما. عمري ما شفت أوسخ من كده. تيران فابور جايين في الكار فابور. فما قلتيهم الفرصة ضروري يقلبوا يديروا شي مشكل. يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم. الجزائريين فاش يدخلوا للمغرب تيشريو وتيديو الجزائر ويقولوا ديالهم. الجماهير الجزائرية اللي جات لمدينة الأسفي كاملة بدون استثناء دخلت فابور للملعب. تيكيات توزعوا فابور ببريزونطاسيون دو باسبور. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وحسبي الله ونعم الوكيل. هاك يا قفطان، هاك يا جنابه، وهاك يا بلغا، وهاك كدير الخير كيرجع لك بومزوي. ما قال لك تستفزوا لنا. شنو عوقا؟ كتعطيه يدك كتمد عليه كيبغي يقطع عليك من لهنا. قال لك فاش درتوا هذا الشعار قمتم باستفزازنا. استقبلوكم، كان يدخلوكم لدارهم وناضوا كيخربوا كيطيروا الكراسه وكيهرسوا وشعلوا لي فلام. واحد اللافته واش مكتوب فيها؟ المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. ما سبوكم، ما عيروكم، استقبلوكم في ديورهم. ودي الحقيقه ما النظام الجزائري كيبغي يتفك من ولادو، واش كيدير كيصيفطهم للمغرب. انا مفتخر ببلادي، انت اش ضرك؟ انت عمي مالك انت ومالي فيه الله. انا من حقي ندير صحراء في المغرب بين المغرب في صحرائه، من حقي كيما انت كتهز الرايد البوليزاريو في التيران ديالك، من حقي حتى انا نهز هذا الشعار هذا باش مع الاخر هذا هو الجزاء ديالهم. كاس افريقيا وهذوك الجماهير اللي جات هنا، شحال من واحد دخل فيهم دوز ما تيسير عندنا هنايا. لان الصحراء تهموني، انت اش ضرك؟ ديناها ولا ما دينا شنو غتربح وشنو غادي تخسر؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. كانت فيه الجماهير ديال اتحاد العاصمه اصبح عباره عن كتله من اللهب. اللي دار داكشي اعزكم الله جلس 3 شهور يخلق بيديك العشرات من الشماريخ. السؤال الوحيد اللي عندي، هاد الشماريخ كي دخلات هذاك الشيء اللي وقع من شغف في الماتش ديال اتحاد العاصمه واولمبيك اسفي، شنو كيدير القنصل الجزائري في ارضيه الملعب؟ كان مخطط له من العسكر، هابط لارضيه الملعب البلاصه اللي كيكونوا فيها البدلاء، وجالس معاهم وحاضر معاهم حتى شعلت العافيه وناط الفوضى. ما هذا؟ المسؤولين الجزائريين اينما وجدوا كتكون الفوضى، كيكونوا المشاكل، وكيكون السيناريو ديال نشعلوه. والهدف ديالو هو كاس العالم. الإدارة ديال الزمالك قدمت طلب باش يتلعب الماتش بدون جمهور. فريق اتحاد العاصمة أمام عقوبة خوض النهائي بدون جمهور.
داك اللي مشى لجهه لاكار راه تا هو راه تيدوز ما تيسارى. القرار هينزل في خلال ايام بسيطه جدا، هو ان الزمالك هيلاعب اتحاد العاصمه بدون جماهيره في الجزائر. الكولسة المصرية معروف على هذا الجمهور هذا، والجماهير الجزائريه اون جينيرال معروف على هذا الشيء. وفين؟ في الجزائر. شحال من واحد دابا من هادو اللي جاو ها هو في ضيافه المخزن. خاصنا نفرضوا الفيزا على الهكاوين. هم كده هيفتقدوا تقريبا 50% من قوتهم الضاربه. راه اللي بغى يتفك منكم النظام الجزائري اللي كيدير لكم سير لعند الهكاويين الفيزا ونصعبوها لهم. كتجي هنايا انت ديجا معمر، اش كتلقى قدامك؟ المخزن يا اخو. يا صاحبي ماذا أقول وأي شيء يقال بعد كل ما قيل. خلونا ساكتين. احنا معينا غير نقولوا مرحبا بالجزائريه في السجون المغربيه.